السلام عليكم شباب، فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نجرب مدرب منتخب العراق الجديد حسين عموته. قبل لا نبدا الفيديو اتمنى اي شخص يشوف الفيديو يضغط لايك واشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات على مود يوصلك اي فيديو جديد وبس. يلا مشاهده ممتعه. اوكي شباب، لحد الان حسين عموته ما صار مدرب منتخب العراق بشكل رسمي، لكن حسب اخر الاخبار سمعت انه هو صار مدرب منتخب العراق، وبالايام الجايه راح يعلنونه بشكل رسمي. بس راح اعلمكم شلون تشترون حسين عموته بلعبه بيس. طبعا اول شيء تدخلون على المدربين، بعدين تدخلون على الدول وتدورون دوله المغرب موروكو، لان هو المدرب مغربي. فندخل على دوله المغرب وبعدها نضغط دن، وراح نجي على ثاني مدرب اللي هو هذا مدرب حاليا مدرب منتخب الاردن. اوكي شباب، مثل ما تشوفون اقوى اسلوب عنده اللي هو الكرات الطويله، وعنده 66 بي. هو كارقام ضعيف، لكن راح نشوفه بالملعب هل هو زين لو لا. فنشتري المدرب وسعره 5900 جي بي، يعني جدا رخيص. وبما ان هذا الفيديو عن منتخب العراق فلازم نشتري لعيب من منتخب العراق. راح نشتري كم لاعب من منتخب العراق يعني يكونون زينين. فمثل ما تشوفون راح نختار منتخب العراق وبعدها نضغط دن، بعدها نضغط دن مرة ثانية، وهسه طلع لنا اول لاعب اللي هو ايمن حسين، فلازم نشتري ايمن حسين ابو طبر طبعا. وبعدها راح نشتري اللاعب الثاني اللي هو علي جاسم. طبعا علي جاسم من اللاعبين المبدعين حاليا بمنتخب العراق. وبعدها راح نشتري زيدان اقبال، همين لاعبنا المحترف، طبعا لازم نشتري. وبعدها راح نشتري لاعب اخير اللي هو ابراهيم بايش. اوكي شباب، هاي تشكيلتنا حاليا مثل ما تشوفون. فراح نجي ونطلع لواعيب منتخب العراق، وبعدين راح نجي ننزلهم على التشكيله ونطورهم. فهسه اول شي راح نختار العراق. طبعا انا بدي نطلع لواعيب منتخب العراق ونشوف هل عندنا يعني لواعيب من منتخب العراق غير هذول بالتشكيله او لا. فراح نشوف. اوكي طبعا شباب، طلع عندنا لاعب اخر من منتخب العراق فما اعرف اسمه صراحه. فاول شي راح نجي نطور ايمن حسين ابو طبر. راح نجي نطوره. اوكي نطور ايمن حسين. طبعا انا صار لي فتره قاطع عن اللعبه فما ادري ايش يصير باللعبه. المهم راح نيجي نطور ايمن حسين ونزلناه وصارت طاقته 90 مثل ما تشوفون قدامكم. بعدها راح نيجي نطور اللاعب الاخر واللي هو علي جاسم. مثل ما تشوفون طورنا علي جاسم، وهسه راح نيجي ننزل بالتشكيله وصارت طاقته حاليا هم 90. راح ارتب التشكيله، ما راح اخليه هيك، راح ارتب التشكيله بحيث تكون مناسبه المراكز اللاعب اللي اشتريناهم وايضا اسلوب المدرب. اوكي هسه راح نيجي نطور زيدان اقبال يا شباب. ومثل ما تشوفون المظهر عندي بطاقه تطوير بتكفي لابراهيم بايش، فراح اطور بس هذول اللاعب الثلاثه. وابراهيم بايش راح اخليه على الدكه، وهذا اللاعب العراقي نزلته ارتكاز. فمثل ما تشوفون هاي التشكيله صارت عندنا يا شباب. طبعا عدلت التشكيله وصارت هيك مرتبه. هسه راح نجي نختار المدرب الجديد، مدرب منتخبنا العراق اللي راح يكون جديد، وخلينا ابراهيم بايش على الدكه. فمثل ما تشوفون هذا المدرب الجديد راح ننزله ونخليه مدرب المنتخب. وراح نختار الاسلوب اللي هو المفضل عند المدرب اللي هو الكرات الطويله. فمثل ما تشوفون هاي التشكيله وهاي المدرب، فلتس جو ننطلق على المباريات. اوكي طبعا شباب، انا ما احب اعلق على المباريات، فاذا تحبون بالفيديوهات الجايه اعلق على المباريات اكتبوا لي بالتعليقات واكتبوا لي فكره الفيديو الجاي، وهسه خليكم مع المباراه مشاهده ممتعه. The attendance for this match was 71,550.
2 added minutes has been indicated. لهنا وصلنا نهاية الفيديو. اضغط لايك واشترك بالقناة وبس، مع السلامة.